هذا الفلوق هذا غادي ندوكم تعرفوا معنا على اجمل مدينه في المغرب، وهي العاصمه الاداريه للمملكه المغربيه، وهي مدينه الرباط. غادي تعرفوا معنا على اهم المآثر واهم الاماكن الرائعه والجميله اللي يمكن لكم تزوروها في مدينه الرباط. فكنطلب منكم انكم تتابعوا معنا هذا الفيديو على بركه الله. كما كتشوفوا باش ما وصلنا البنات مشينا تغدينا في حد عند باب الحد عند الريستورون ديال الطنجاوي، راه معروف بزاف تمايا صراحه، عنده ماكله زوينه بزاف. البنات كنصحكم الا مشيتوا ليه تمشوا عنده، راه كاين عند باب الحد غتسولوا على الطنجاوي، كيدير ماكله رائعه. صافي اون فوا هبطنا تغدينا، من بعد بدلنا حوايجنا ومشينا عند البرلمان، مشينا جلسنا تما كما كتشوفوا بقينا جالسين تماك حتى لواحد الوقت ديك 8 هكاك ديال الليل ولا 9 عاد باش مشينا رجعنا الاقامه ديالنا باش نرتاحوا، باش الغد الاخر ان شاء الله غنديروا لكم جوله جديده. هنا كما كتشوفوا الغد ليه مشينا نيشان الحسان ومشينا لضريح محمد الخامس. اذا كما كتشوفوا صراحه جينا ليهم، صراحه اللي مشى للرباط لا بد ما يمشي لهذه المعلمه التاريخيه الرائعه جدا. صراحه اش غنقول لكم، كنصحكم انكم تمشوا ليها، راها زوينه بزاف وكتستحق صراحه، كتستحق الزياره. زوينه صراحه، المنظر تما زوين، يعني كيجوا فيه التصاور واعرين. كذلك يعني واحد جوج المآثر اللي هما مهمين بزاف في التاريخ ديال المغرب، فلا بد الانسان يعني يمشي يكتشفهم ويمشي يزورهم. بالنسبه للتصوير ماشي ممنوع، يعني كيمكن لكم تصوروا حتى من داخل ديال الضريح، غير هو وكان هذوك الحراس اللي كيكونوا تماك هذوك هما اللي ممنوع انكم تصوروهم، يعني ما كيبغوش انك تصورهم. كما كتشوفوا هنايا من الداخل غنوري لكم الضريح من الداخل، شوفوا ما شاء الله الجماليه كيفاش دايره، شوفوا الروعه ديال التصميم الهندسي والمعماري. صراحه داكشي راه كيحمق بزاف، زوين بزاف صراحه. شوفوا ليا شوفوا لي المنظر زعما صراحه شي حاجه زوينه بزاف. بالنسبه للمهم كيفاش تمشوا ليه، كنظن حنا صراحه يعني البلاصه اللي كنا ساكنين فيها كانت قريبه عليه صراحه، فجينا غير برجلينا. المهم يعني يمكن لكم تاخذوا طاكسي تديكم لتماك، يعني راه كاينين طاكسيات موجودين في مدينه الرباط. كما كتشوفوا شوفوا المنظر كيفاش داير هنا، صراحه زعما انا كنصحكم به. حنا فوتنا فيه صراحه غير واحد النهار، كنا عوالي ندوزو النهار اخر وندوزو عاوتاني تماك، الساعه ما بقاش لنا الوقت. ما صراحه كيستحق تمشي ليه، لان اصلا الجو ديال مدينه الرباط واحد الجو اللي هو رائع بزاف بزاف، ما كتسخاش انك تفارق مع هذيك المدينه. انا صراحه شخصيا كتعجبني بزاف هذيك المدينه والمآثر اللي فيها والجو ديالها الرائع. صراحه مدينه رائعه جدا. صافي هنا بعد ما خرجنا من صومعة حسان ومن الضريح، المهم بالنسبه للمعلومه راه كتدخلوا ليهم الدخول بالمجان، يعني ما كتخرجوا حتى شي حاجه، الدخول تيكون بالمجان. انا فاش تنخرجوا كاينه واحد الطيله كتجينا اون فاس مع برج محمد السادس. صراحه تما واحد المنظر زوين بزاف، كيمكن لكم انكم تاخذوا صور تماك، ومع المسرح ايضا يعني كاين تما كيجيو تما شي تصاور اللي هما صراحه يا سلام ولا اروع. صراحه هاد البلاصه كتستحق الزياره. صافي من بعد حنا ما خرجنا من صومعة حسان، كنا بنا نمشيو للشاله، شدينا طاكسي من صومعة حسان حتى للشاله، تقريبا نقول لكم واش ب10 دراهم ولا 9 دراهم تقريبا. وللاسف مشينا ولقيناها ما خداماش، لقيناهم ديك الفتره اللي مشينا حنا لقيناهم مازال خدامين فيها، كيصوبوا فيها يعني كيديروا لها الترميم، فما كانش عندنا صراحه الحظ
حنا كنا صحابنا واش غادي تكون فاتحه وخدامه، وعولنا نمشيو ندورو فيها، ولكن ما حلفناش الحظ هاد المره ولقيناها مسدوده، فضربنا دويره ورجعنا. صافي هنا كنوري لكم الخرجه ديالنا المسائيه في مدينه الرباط. مشينا لقصبه أداية. صراحه هاد القصبه هادي ديال أداية حتى هي ما تفلتوهاش في مدينه الرباط. صراحه اش غنقول لكم راه الخيال العلمي. صافي انا بعدا عجبتني بزاف. كما كتشوفوا هنايا كتهودوا مع واحد الهوده تما كتجبعوا على البحر. كما كتشوف كاين تما الناس، كاين لومبيونس، كاين الناس كيغنيو، زعما كان واحد لومبيونس واعره. كاين تما عاوتاني شي زناقي فنين مزوقين، داكشي صراحه زوين زوين زوين. من بعد صافي ما طلعنا من تما للبحر، هبطنا هنا المارينا ديال الرباط. هنا مارينا ديال الرباط صراحه هي زوينه كما كتشوفوا المنظر، وكاين تما فاش كيلعبوا الدراري الصغار حتى الكبار يمكن لهم يلعبوا تماك. لقينا عاوتاني تماك لومبيونس، لقينا يعني اش غنقول لكم داكشي صراحه زوين 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 بزاف، زوين بزاف. كنصحكم انكم تزوروا مدينه الرباط. راها مدينه رائعه جدا وما غاديش تندموا على الزياره ديالها نهائيا. صافي الغد الاخر البنات الرحله ديالنا لمدينه الرباط باقي مستمره، وهاد المره غادي نمشيو لواحد الحديقه رائعه جدا، هي حديقه التجارب النباتيه. صراحة حتى هي لما جيتوا للرباط ما تفلتوش هاد الحديقة، يعني العشاق المناظر الطبيعية وعشاق يعني الهدوء، ويعني لأنهم يمشيو يعني شي بلاصة هكاك تكون فيها مناظر طبيعية. كنصحهم بهاد الجردة هادي. هاد الجردة كتواجد في شارع النصر في حي أكدال شارع النصر. ما عندكم غير ما عليكم غير تشدوا طاكسي. حنا شدينا طاكسي صراحه بحكم قلت لكم الاقامه ديالنا كانت في باب الحد، شدينا طاكسي من باب الحد حتى لشارع النصر. تقريبا نفس الثمن، غتكون شي 11 درهم ولا 12 درهم باش شدينا الطاكسي. صافي وكيحطكم نيشان قدام الحديقه مباشره وكتدخلوا ليها، ويا سلام على المناظر. اذا غادي ندير لكم جوله في هذه الحديقه وغتشوفوا ليا. اول حاجه انا اللي عجبني فيها انها كبيره، عرفتي راه كبيره بزاف تبارك الله ما شاء الله. يعني راه تقدروا نتوما تمشيو دوزوا فيها نهار كامل. حنا صراحه نقدر نقول لكم فوتنا فيها واحد ساعه ولا ساعتين بحال هكذا صافي ومشينا. يعني تقدر دوزوا فيها نهار كامل لانها صراحه زوينه بزاف. المهم هي ما فيهاش الالعاب ولا شي حاجه، هي فقط فيها غير مناظر طبيعيه، الجراديل وراضي. يعني كما كتشوفوا كذا النافورات ديال الماء، هادشي اللي كاين فيه. يعني تمشي يعني تسرحي يعني كما كنقولوا. كما كتشوفوا صراحه كبيره بزاف، يعني عندها واحد الشساعه تبارك الله ما شاء الله. كما قلت لكم تاخذوا الصور تما كتصوروا يعني حتى تشبعوا تشموا رائحه زوينه ونقيه يعني ديال النباتات كما كتشوفوا المنظر ديالها. اذا نخليكم تستمتعوا بالمناظر ديالها.
تنشوفوا معايا هذا المنظر هذا الرائع. شوفوا الشساعة والكبر ديال هاد الحديقة هادي، واش ما كتستحقوش انكم تمشيو وتزوروها؟ صراحة انا بعدا من العشاق ديال الجرادي اللي كيكونوا زعما هماويين وبحال هكذا فيهم ما يتشاف. صراحة كيعجبوني بزاف. صراحة حديقة رائعة جدا. نسيت ما قلت لكم باللي الدخول لهاد الحديقه راه بالمجان، يعني راه ما كتخلصوا حتى شي حاجه، الدخول تيكون مجانا. من بعد هنا ما سالينا من الحديقه ديال التجارب النباتيه، راه بعيد عليها غير عشر دقائق تقريبا غادي تلقاو رباط السونطر، راه كاين غير حداها. يعني حنا استعملنا غير جوجل مابس وتمشينا غير برجلينا تقريبا ماشي حتى 10 دقائق كامله ما كاملاش، وغادي تلقاو رباط السونطر نيشان. راه نفس الشارع ديالها غير غتخرجوا منها تقريبا نفس الشارع ديالها غادي تلقاو رباط السونطر، ما عندكم فين تبطروا. كما قلت لكم مشينا غير على رجلينا فقط، تبعنا جوجل مابس بقينا كيتمشاو ما سولنا حتى واحد حتى لقيناه النيشان. يعني كما قلت لكم ما عندكم فين تبطروا. صافي جينا لرباط السونطر، ضربنا فيه حتى واحد الدويره. كما كتشوفوا حتى هو غادي ندوكم تمشوا تشوفوه. بالنسبه للناس اللي زعما ما عندهمش فكره على مدينه الرباط ويعني باغيين يدوروا فيها باغيين يمشيو ليها، يعني حنايا يعني كنشاركوا معكم التجربه ديالنا. لا ربما يعني لعل وعسى انكم يعني تصادفوا مع الفيديو ديالنا وتلقاو يعني يوري لكم البلايص اللي يمكن لكم تزوروها في هذه المدينه هذه. صافي قلت لكم ما تعطلناش في رباط السونطر، المهم درنا فيه تقدينا فيه شي حاجه، راه زوين بزاف. ما صورناش لكم صراحه بزاف، فيه بزاف ديال لي مول، فيه يعني فيه فين تقداو. صافي من بعد نيشان من بعد مشينا تغدينا في عند الطنجاوي ديما كنقول لكم في باب الحد، ومشينا لواحد الكافي كاينه في لودايا. صراحه زوينه بزاف، راه معروفه بزاف. الا مشيتوا لودايا لابد انكم تمشيو لعند هاد الكافي هادي، راه كدير اتاي بالنعناع وكدير يعني الحلويات المغربيه بحال الكعب الغزال باللوز المعمرين باللوز، راه كيديروا لكم 10 دراهم الحلوه باش تكونوا عارفين. 10 دراهم لواحد الكاطوه، يعني واحد كعب الغزال ب10 دراهم. فاحنا تما تقريبا 80 درهم خدينا تما تقريبا، خدينا 8 ديال الحبات ديال الكاطو ب 80 درهم زائد الكاس ديال اتاي. كنظن واقيلا حتى هو 10 دراهم، كنظن غيكون حتى هو 10 دراهم الكاس. هذا هو يعني طالع الثمن شويه ولكن زوين صراحه. المنظر تما زوين. كما قلت لكم سميتها الكافي ديال لودايا، راه معروفه بزاف. صافي من بعد ما كلينا تما واستمتعنا بداك المنظر ديال الغروب تما كاين في داك القهوه تاع لودايا. صافي انا ملي كتكونوا طالعين راه يجي في هذيك تحت كما كتشوفوا داك تحت فين كاينه. صافي كتكونوا طالعين صافي كتطلعوا كتشوفوا تما شي مناظر زوينين. صافي وجينا لهنايا لهاد الجلسه هادي زوينه حتى هي كامل داكشي كاين غير تما، كاين تما تكون فين تبدروا كتخرجوا من داك الباب اللي شفتوا من ديك القهوه وغادي تجيو لهاد الساحه هادي ديال لودايا. صراحه زوين جلسنا تماك في الكازون، واحد الجو يا سلام. صراحه استمتعنا بزاف في مدينه الرباط. صراحه كانت فيها الخارجه واعره بزاف.